بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد نشارك معكم اليوم إن شاء الله. ولو الفيديو يعني مونطيتو مأخر، الشباكية ديال الفران ما نقولش لكم كيفاش جات غزالة غزالة بزاف. بناتي فاش ذاقوها ما تيقوش انني طيبتها في الفران. جات معلكه ولذيذه، هي ما جات يعني مجعبه بحال الشباكيه اللي كتقلى في الزيت، ولكن جات غزاله وخطيره. سبق مره وجربتها في الفران وجاتني يعني المذاق ديالها ما جاش غزال، جات قاصحه، ولكن بهذه المقادير جات غزاله غزاله بزاف. نتمنى تجربوها ان شاء الله. كما المعتاد دائما عرفتوني الشباكيه كنخلي النصف ديالها بدون عسل، يعني هاد الكميه اللي في الطبق فقط نصف الكميه، والنصف الثاني خليته بدون عسل هكا ناشف، لان العائله كاين فيها الناس اللي عندهم السكر ما كيتناولوش السكر، لهذا عملت لهم هاد الشباكيه صحيه تقريبا صحيه. عندي كيلو ربع ديال الدقيق، عندي كاس ديال الماء فيه الزعفران شعره، يعني بعد ما سخنته ودقيته. عندي 2 كيسان ديال الجنجلان اللي مغسول منقي ومحمر، كاس ديال اللوز، وعندي هنايا هاد الكاس هذا صغير كياخذ لي نصف القياس ديال الكاس ديال العنبه. واحد فيه الخل، وواحد فيه زيت الزيتون، وواحد فيه المزهر، وواحد فيه الزيت اللي قليت فيه اللوز اللي ممكن تعوضوه من الاحسن بزيت ديال الزنجلان. كذلك غناخذ كاس ديال الزبده مذوبه اللي ذوبتها مزيان حتى نشفات من الحليب اللي فيها. عندي هنا بيض بلدي وزبده بلديه، غناخذ 2 صفار ديال البيض، معلقه كبيره ديال القرفه، معلقه كبيره ديال النوافع، معلقه صغيره ديال الملح، راس معلقه ديال المسكه مدقوقه، تقريبا 3 أو 4 الحبات ديال المسكه حره، وعندي قطرات من الروح ديال المزهر، وخماره وحده ديال الحلوى. ما غاديش وغادي نستعمل خميره ديال الخبز فقط، راس المعلقه غادي نخليها تذوب في الخل كيف ما كتشوفوا، هي غنوضعها في الخل. والنواشف انا طحنتهم من قبل مزيان، كلشي مطحون ومغربل مزيان. بالنسبه للنوافع والقرفه وحتى اللوز وجنجلان طحنتهم مزيان، وغادي نجمع هاد العناصر كامله غادي نخلطها. وما نساوش معلقه ديال السكر كلاصي، في الاول نسيت ما نزلتهاش مع المقادير. انا طحنت كلشي هنا جاو على شكل املو، يعني كيكونوا مطحونين مزيان هكا كيسهلوا علينا حتى الخدمه. يعني فاش كنكونوا نعجنوا في الشباكيه راه كتجينا ساهله، ومني كنكونوا نورقوا فيها ما كيبقاوش لينا حبيبات اللي كيقطعوا لينا العجين. هنا غادي الروح ديال الزهر كيجي غزال في الشباكيه، كيخلي الريحه ديالها غزاله في الدار كامله، كتبقى فيها الريحه ديال الزهر. وكذلك غنوضع منه في العسل، الروح ديال الزهر والمسكه حره ضروري كنعملهم في العسل. العسل اللي بالليمون اللي كنوجد في الدار سبق ونزلته لكم في القناه. انا هنا في الاول عملت كيلو ديال الطحين، كيلو و100 غرام ديال الطحين، ولكن بقات العجينه مرخوفه. في الاخير غادي نزيد 200 150 غرام هكا ديال الطحين، يعني في المجموع غادي تعطيكم كيلو وربع ديال الطحين، حتى الكيلو 300 غرام ديال الطحين. انا هاد الربع كاس ديال الزبده اللي بقى ليا غادي نحتفظ به، غادي نضيف عليه ربع كاس اخر ديال الزيت، وغادي ندهن به الشباكيه قبل لا ندخلها للفران. والمقادير بالضبط غادي نخليها لكم مكتوبه في صندوق الوصف. كتشوفوا العجينه هنا بقات مرخوفه، غادي نزيد مازال الطحين، غادي نبقى حتى نكمل هاد الكميه ديال الطحين اللي عندي، وانا كنضيف الطحين وانا كنجمعها. ما غاديش نحتاج ندلكها بزاف بحال الشباكيه ديال اللي كتقلى، لانها كتكون قاصحه بزاف. هذه شويه كيف ما كتشوفوا راها مرخوفه شويه. غادي نعملها كرات على هذا الشكل، نقسمهم ونوضعهم في بلاستيك، نخليهم يرتاحوا فقط 10 ديال الدقائق، ونرجع باش نعاود نورقها الطريقه الاولى. هذه الطريقه الاولى كنورقها غير بالمدلك باش كتعطينا الفيلطاج، وكذلك كتجي العجينه مدلوكه. انا ما دلكتهاش بزاف في القصريه، ولكن بهذه الطريقه هذه راه كتجي العجينه مدلوكه، كتجي طايعه مزيان. كلشي القطع ديال العجين اللي انا قطعتهم غادي نعمل لهم نفس الطريقه، وغادي نوضعهم في بلاستيك نخليهم يرتاحوا 10 ديال الدقائق اخرى، ومن بعد غادي نعاود نورقهم وندوزهم في الوراقه. الا ما كانتش الوراقه ندوزوها غير هكا بالمدلك. وراه هاد الشباكيه ما كتحتاج تكون رقيقه بزاف بحال الشباكيه اللي غتقلى في الزيت، يعني الشباكيه اللي كتقلى في الزيت كندوزها في النمره 5 6، اما هذه دوزتها فقط النمره 4.
وهاد الجراره البنات راه غير ما تشدوهاش مقلوبه راه ما يعني ما كتنصل ما والو، كتجي الخدمه ديالتها ساهله، غير هي ما تشدوهاش مقلوبه، شدوها على الوجه ديالها وراها عمليه كتجيب لينا الحبات مقادين وكتسهل علينا عمليه التقطاع. يعني كتشوفوا الطريقه ديال التشباك، انا كناخذ جوج والطرف اللي كيبقى ليا كندوزو لجهه اخرى. وهذه هي الطريقه ديال التشباك ديالي المعتمده، كتجي ساهله وسريعه دغيا كندوز بها الشباكيه. انا عاده كان المره عجنت غير كيلو ربع لانني وجدت اشكال اخرى من قبل، عاده راه كنعجن 3 4 كيلو ديال الشباكيه وفي نهار واحد كنكملها غير بهذه الطريقه هذه اللي كتشوفوا راها ساهله بزاف. الطرف اللي كيبقى ليا كندوزو الاسفل، كنلاقي هادوك جوج قطع لانني غادي نطيبها في الفران. راه واخا ما نلصقش هادوك جوج قطع راها ما كتحلش لينا في الفران. وحتى بالنسبه للقليان راه ماشي دائما كنلصقهم، غير نتوما كمبتدئات يعني البنات اللي يلاه غاديين يبداو يلصقوهم من الاحسن باش ما يخافوش عليهم. والشباكيه ديال الفران راه ما غاداش تعاود، يعني خاصنا ننزلوها في اللاطه مقاده، لان كيف ما غتنزل في اللاطه كيف ما غادي تبقى ما غادي لا تقاد ولا تعواج ولا والو، ماشي بحال اللي غادا تقلى في الزيت. يعني نقادوها مزيان قبل لا نستفوها في اللاطه. ومن الاحسن اللاطه اللي غتدخل الفران نفرشوا ليها ورق الطهي باش ما تلصقش لينا الشباكيه. من الاحسن ما نديرو الزبده والطحين، نديرو غير ورق الطهي، الورق اللي كيدخل الفران، ونستفوا الشباكيه تكون مقاده مزيان. عاد نوضعوها في اللاطه لان الشكل اللي غادا توضع فيه هو اللي غادا تبقى فيه، ما غاداش تبدل ولو فيها الخميره راه ما غاداش تنفخ ما غاداش تبدل. بعد ما كملت الاول لاطه يعني اللي غادا تدخل الفران غادي ندوز ندهنها بهذيك الربع كاس ديال الزبده اللي بقى ليا، ضفت عليه ربع كاس ديال الزيت وغادي ندهن به الحبات كاع كاملين على هذا الشكل. والفران يعني راه سخون من قبل. ندخل الحلوى فقط 160 درجه، وانا يعني نحضي معها لانها رقيقه ودغيا غادي توجد، غادي طيب على هذا الشكل هذا. والعسل غادي نوجدو على جوج ديال الاناءات، يعني كل لاطه غنخليها الا بغيتوها تجيكم معسله مزيان خليوها ترقد في العسل حتى نصف ساعه ساعه قبل لا يبرد العسل تزولوها. ما تخليوش العسل حتى يبرد تماما، لان العسل راه يعني شارب مزيان. العسل دائما العسل ديال الشباكيه خصو يكون خاتر باش ما تخسرش لينا الشباكيه. اهم حاجه في الشباكيه العسل يكون خاتر مزيان، لان داك العسل اللي كيتباع جاهز على برا راه ماشي ديال الشباكيه. ضروري نعاودو نطيبوه ونعلكوه بالمسكه حره والروح ديال الزهر عاده باش يمكن لينا نطفيو فيه الشباكيه مباشره وهي سخونه. وضعتها هكا في العسل كتشوفوا كيفاش جات، راها جات معلكه وهشيشه. وانا خليت هاد الحبات اللي في الطبسيل الصغير قليتهم في الزيت وحتى هما جاو زوينين، يعني جاو معلكين. وهي جات هشيشه بزاف اللي مقليه في الزيت مع فيها القوام بزاف راه جات هشيشه بزاف. وفي نفس الوقت يعني وضعتهم في نفس السطل ملي كان نحطهم فوق الطبله ما كنعرفش اللي مقليه من اللي طيبه في الفران، تغالطوا ليا بزاف. وصفه كانت ناجحه، نتمنى تجربوها وبالصحه والراحه، والى فيديو مقبل ان شاء الله.